عايزة أسطرها زي الناس ما بتسطر. الست بتنام على الارض ما فيش عندها مشكله. أنا راضية باللي ربنا يسامه لي وراضية بأي حاجة. أنا مع الأرض وعيالي بينام على الأرض وحمد ربنا الحمد لله والشكر لك يا رب. بس أهم حاجة أسطر بنتي بس، مش عايزة أي حاجة من الدنيا. الست تقريبا قالت كل حاجه في جملتين: انا عايزه اسطر بنتي. عايزة أسطر البنت، محدش يقول ده بتتخطب وتساب كل شوية، كلام بيكتر. وإحنا هنا فلاحين وأرياف. اللي يقدر يجيب غساله يجيبها، اللي يقدر يجيب ثلاجه يجيبها، اللي يقدر يجيب انبوبه بوتاجاز يجيبها. اي حد يقدر يجيب حاجه يجيبها. الست مش عايزه فلوس في ايديها، مش عايزه الحلقه دي تخلص غير واحنا بنساعدها. مكملين مع بعض في طريق الخير بالحب والأمل والتفاؤل. معانا أخت لينا جميلة عندها حكاية وعندها قصة. الصورة بتتكلم زي ما احنا عارفين دايما وبنقول. أستاذ محمد لو يجي معايا كده. الست كلمتنا علشان نيجي نشوف جهاز بنتها، هنسجل معاها ونعرف حكايتها. اتفضلي. ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة الحمد لله. اسمك ايه أو ابنك اسمه ايه؟ اسمه حساء. زوجك شغال ايه؟ على باب الله، يوم في يوم ما فيش. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي بتاعت ايه؟ الحاجات دي جايبة شوية حاجات بالقسط رفيعين بسدد فيهم، بس الحاجات الغليظة ما جبتهاش خالص، ما جبتش أي حاجة منها. اللي هي ايه بقى؟ الغسالة، البوتاجاز، بتاع الشاشة العرضي، المروحة، ما جبتش أي حاجة خالص، ولا مكوة. مفيش إلا شوية الرفايع بس هم اللي جبتهم على قد ما قدرت، وبشتغل في الغطاء وأسددهم. يعني تقصد الأجهزة الكهربائية ما جبتيهاش؟ ما جبتش أي حاجة منها خالص. هي البنت اتخطبت ولا لسه؟ مخطوبة وهتخش بعد شهرين أو 3. والله مخطوبة؟ هم مستنينا احنا، قال لما تجهزوا نشيل، واحنا واقفين على الحاجات الغليظة. هم ناس يعني، هم ناس كويسين محترمين، قالوا ايه ما تجهزوا نشيل. يعني انت فعلا معكيش تجهزي بنتكم؟ والله الحمد لله يا رب، نحمد ربنا ونشكر فضله. ولا لو معايا كنت اقول لحد اديني ولا هات حاجة من حد، ربنا هو اللي يعلم. ما عشان انا عايزة اسطر بنتي، مش عايزة حد يقعد كل شوية يقول بتخطب وتسيب، عشان هي اتخطبت مرتين وفشكلت بصراحة بسبب الحاجات. عايزة اسطرها زي الناس ما بتسطر، مش عايزاها كل شوية تخطب وتسيبها وتسيبها بسبب الحاجات. مش عايزك تبكي وسلميها لله. نحمد ربنا ونشكر فضله. انا راضية باللي ربنا قسمه لي، بس اهم حاجة اسطر بنتي بس، انا مش عايزة اي حاجة من الدنيا. انا راضية باللي ربنا قسمه لي وراضية بأي حاجة. انا مع الارض وعيالي بينام على الارض وحمد ربنا الحمد لله والشكر لك يا رب. بس اهم حاجة اسطر بنتي بس، مش عايزة اي حاجة من الدنيا. عايزة اسطر البنت، محدش يقول ده بتتخطب وتساب كل شوية، كلام بيكتر. واحنا هنا فلاحين وارياف، مقدرش اقف تعبانة. اقعدي ما يهمكيش. الست تقريبا قالت كل حاجة في جملتين: انا عايزة اسطر بنتي. الست بتنام على الارض ما فيش عندها مشكلة، ولادها حياتهم زي ما انتوا شايفين. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيخلينا نقع في الناس اللي تستحق بجد، لان احنا شغالين الموضوع والناس اللي عارفانا متابعانا وفاهمه قسما بالله بمنتهى الاخلاص. الاستاذه اللي جايه معانا استاذه سناء ربنا يبارك فيها، لسه واحنا جايين بتقول لي في حاله تفاصيلها كذا، فانا قلت لها بلاش. ليه؟ الحاله كده باللي انت بتحكيه في حد احق منها. فاحنا الموضوع ما بنشتغلوش ان احنا مجرد ان احنا نعمل حلقه وخلاص والناس تشوفنا والحلقه تنتشر، لا. فانا جيت صورت النهارده مع الست دي، مش عايز الحلقة دي تخلص غير واحنا بنساعدها. ست مش عايزة فلوس، اللي يقدر يجيب غسالة يجيبها، اللي يقدر يجيب تلاجة يجيبها، اللي يقدر يجيب أنبوبة بوتاجاز يجيبها. أي حد يقدر يجيب حاجة يجيبها. الست مش عايزة فلوس في إيديها. وزي ما انتوا شايفين الست بتجهز بنتها والحاجة قدامنا اهي. زي ما انتوا شايفين الست جايبة حاجات علشان تسطر بنتها، زي ما انتوا شايفين تستلف وتجيب من هنا ومن هنا، لأن هنا في الأرياف سترة البنت بالدنيا كلها. وللأسف هنا مفيش حاجة بقى اسمها واحد خاطب بنت فيشيل هو كل حاجة علشان بيحبها والكلام ده زي ما هو موجود في القاهرة. هنا في الصعيد لأ. يعني أنا آسف، الناس ممكن يعني يعاتبوا بعض بالحاجات دي. لأ، ده أنت ما جبتيش، دي ما جابتش لبنتها حاجة.
فانا مش عايز اقول الجمله، والله مش عايز اقول انهم بيعايروا. للاسف الشديد بعض، طبعا الصعيد فوق راسنا واهالينا والناس هنا محترمه جدا، ولكن هو في بعض القرى بعض الناس بتعاير، بتقول دي بنت فلان ما جابتش، دي البنت دي دخلت وما جابتش حاجه. فاحنا مش عايزين ده، لان دي بنتنا ودي لحمنا، وان شاء الله سترتها هتكون على المشاهدين المحترمين اللي بيشوفوني. واحنا هنبدا باذن واحد احد ونساعد معاكي. يعني انا شخصيا كعلي فايز انا هبدا واجيب لها حاجه من الحاجات الكهربائيه خلاص، وهستنى باقي الناس تجيب لها. انا مستنيكم نجيب للبنت دي الاجهزه بتاعتها. لو الحلقه دي اتذاعت في خلال يومين والاجهزه ما جاتش انا هزعل، لكن انا عندي ثقه في الله اولا ثم الجمهور المحترم انهم هيساعدوها. عايزك تسلميها لله. بالله والله انا راضيه بالله ربنا يقسم عليا. انا مش عايزه حاجه من الدنيا الا استر بنتي بس، انا مش عايزه حاجه من الدنيا الا استر بنتي بس، مش عايزه اكل ولا عايزه اشرب، بس هو ربنا يستر بنتي في الدنيا كلها تفرح زي البنات ما بتفرح. مؤسسة علي فايز الخيرية، الأمانة هتوصل. عايزه اسطرها زي الناس ما بتستر. الست بتنام على الارض ما فيش عندها مشكله. انا راضيه بالله ربنا يقسمه لي وراضيه باي حاجه. انا مع الارض وعيالي بينام على الارض، وحمد ربنا الحمد لله والشكر لك يا رب. بس اهم حاجه اسطر بنتي بس، مش عايزه اي حاجه من الدنيا. الست تقريبا قالت كل حاجه في جملتين. انا عايزه اسطر بنتي. عايزه اسطر البنت، ما حدش يقول ده بتتخطب وتساب كل شويه، كلام بيكتب. واحنا هنا فلاحين وارياف. اللي يقدر يجيب غساله يجيبها، اللي يقدر يجيب ثلاجه يجيبها، اللي يقدر يجيب انبوبه بوتاجاز يجيبها، اي حد يقدر يجيب حاجه يجيبها. الست مش عايزه فلوس في ايديها، مش عايزه الحلقه دي تخلص غير واحنا بنساعدها.